تستمر وتبدا ان هي تزيد في اماكن تانية، وبالتالي تزيد معاها تكلفه النقل والتامين على مخاطر النقل اكتر واكتر. طيب يا سيدي، الله يبشرك بالخير، الكلام ده بقى هيأثر ازاي على الاقتصاد المصري في الوقت الحالي والفتره اللي جايه؟ بص يا سيدي، قناه السويس بيعدي منها اكتر من 12% من حجم التجاره العالمي. يعني احنا بنتكلم ان السنه اللي فاتت عدى اكتر من 22500 سفينه سنويا من خلال قناه السويس. وعايز اقول لك ان معظم السفن دي بتكون سفن تجاريه، يعني نقدر نقول 99.9% تقريبا. وحتى الان وعلى حسب صحيفه الجارديان الامريكيه، ففي اكتر من 100 سفينه تم اعاده توجيههم من طريق قناه السويس لطريق راس الرجاء الصالح. وطبعا ده رقم بسيط جدا بالنسبه للرقم اللي بيعدي من قناه السويس سنويا وهو 22500 سفينه، او نقدر نقول الرقم اللي بيعدي شهريا وهو حوالي 2000 سفينه شهريا. وقناه السويس واللي تعتبر واحده من اهم مصادر العمله الصعبه في مصر بحوالي 9.4 مليار دولار سنويا في سنه 2022، مهدده بشكل كبير جدا ان عدد السفن اللي بتحاول طريقها من طريق قناه السويس لراس الرجاء الصالح يزيد بشكل يومي، والكلام ده حتى لو هيكون بشكل مؤقت للفتره دي.